عندما لامست شفه الرئيس إبراهيم تراوري أول لقمه من وجبته المسائية، شعر بشيء غير طبيعي في جسده. تجمد الدم في عروقه أولاً، شعر بحرقه في حلقه، ثم ضغط في صدره. توقف الجميع في غرفه الطعام، لقد تسمم. لكن من فعل ذلك؟ الحراس الطهاة مستشاروه الموثوقون. أمي، الأسوأ من ذلك، هل سيرى شروق الشمس مرة أخرى؟ كانت قاعه الطعام في القصر الرئاسي في واجادوجو. عاده مكانا هادئا ومنظما. بدا ذلك المساء على هذا النحو أيضا. كان إبراهيم تراوري يتناول عشاءه أخيرا بعد يوم طويل، وكالعادة كان لديه عده مستشارين مقربين على مائدته. قال وزير الاقتصاد كالي وهو ينظر إلى الملاحظات في ملفه: لدينا افتتاح مشروع المياه في منطقه الشمالي هذا الأسبوع. أومأ تراوري وهو يأخذ لقمه من الطبق التقليدي البوركينابي المكون من الأرز والدجاج المقلي، وقال: مشروع مياه الشرب هو الآن من 50 مشروعا جديدا التي وعدنا بها. وأضاف وهو يرفع شوكه إلى فمه للوصول إلى هدفنا: يجب أنا. لكنه لم يستطع إكمال جملته، فجاه شعر بحرقه في حلقه. بدا ضغط في صدره. انتشر دفء ببطء في جميع أنحاء جسده. ضبابيه في رؤيته، طنين في أذنيه. سأل وزير الداخلية: كابوري سياده الرئيس، هل أنت بخير؟ لم يستطع تراوري الإجابة. مد يده نحو كاسه، لكن يده كانت ترتجف، فسقط الكاس. كان هناك خطا فادح. صرخ كابوري وهو يقفز على قدميه: الرئيس قد تسمم. اتصلوا بطبيب. تحولت القاعة فجاه إلى فوضى. هرع الحراس إلى الداخل. وقف الوزراء. ارتفعت الأصوات. كان تراوري يحاول الحفاظ على وعيه، لكن كل شيء أصبح ضبابيا. أمر رئيس الأمن ودريوجو أغلقوا القصر بالكامل. لا أحد يدخل أو يخرج. هذه محاولة اغتيال. هرع ودريوجو إلى جانب تراوري. كان الرئيس يرتجف الآن ويكافح للتنفس. همس ودريوجو. تمسك سياده الرئيس المساعده في الطريق. وصل فريق الرعاية الصحي في القصر خلال دقائق. فحص الدكتور زونجو حدقتي عيني تراوري وشعر بنبضه. قال بصوت متوتر: إنه تسمم كيميائي، يجب نقله إلى المستشفى فورا. كان آخر ما سمعه تراوري قبل أن يفقد وعيه هو الدكتور زونجو يقول: السم ينتشر بسرعة، الوقت ينفد. تم إغلاق القسم الخاص في المستشفى العسكري المركزي في بوركينا فاسو بإجراءات أمنية مشددة، امتلاء الممرات بالجنود المسلحين في غرفه خاصة. كان إبراهيم تراوري يكافح من أجل حياته. كانت الأجهزة زهل متصلة بجسده، تراقب وظائفه الحيوية خارج المستشفى. بدأت الأخبار تنتشر. تجمع مئات الأشخاص يصلون على وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح وسم صلوة التراوري ترندا عالميا. صرخ بعض المتظاهرين أنه عمل القوى الغربية. كان تراوري خطرا عليهم من أجل استقلالنا. رد آخرون: لا، إنهم خونه من الداخل. ثعابين تعيش في القصر مهما كانت الحقيقة. كان زعيم بوركينا فاسو الشاب يقاتل من أجل حياته، وكان البلد يحبس أنفاسه في الرواق خارج غرفه المستشفى. تجمع رئيس الأمن ودريوجو، ووزير الداخلية كابوري، ورئيس الوزراء ديالو. سال ديالو بوجه مليء بالقلق: ما الوضع؟ قال الدكتور زونغو وهو يظهر التقرير في يده: حرج، لكنه مستقر. السم متطور للغاية. التحليل المخبري جار. مثل هذا السم لا يمكن أن يصنعه شخص عادي. قال ودريوجو خفض صوته: هذه محاولة اغتيال، ويجب أن تكون من الداخل. من أعد طعام الرئيس؟ من كان على المائدة؟ يجب أن نحقق في كل شيء. قال رئيس الوزراء ديالو: يجب علينا جميعا الحفاظ على الهدوء. الذعر والاتهامات ستضر بنا. الأهم الآن هو بقاء الرئيس واستقرار البلاد، أو ماكابوري. لكنه أضاف: لكن التحقيق يجب أن يبدأ أيضا. الجميع في القصر مشتبه به، من الطهاة إلى المستشارين، من الحراس إلى الخدم. قال ودريوجو بصوت متوتر: أخشى أننا أيضا على قائمه المشتبه بهم. ساد الصمت، فجاه في الرواق. نظر الرجال الثلاثة إلى بعضهم البعض. أصبحت الثقة متفجرة كقنبله القيت على القصر. قال ديالو: يجب أن نتحرك. من سيقود التحقيق؟ شرطه القصر، الجيش، المخابرات الوطنية. فكر ودريوجو: لا أحد منهم سينفع في كل منهم. هناك من هم موالون للرئيس، وهناك أعداء سلاكابوري. نحتاج إلى شخص من الخارج. لكن من يمكن أن نثق به في تلك اللحظة في منزل متواضع في ضواحي وأدوجو؟ كان رجل يبلغ من العمر 63 عاما، يستمع إلى الأخبار عبر الراديو. كان اسمه موريس سانكارا، رئيس المخابرات السابق في بوركينا فاسو. قبل 3 سنوات كان أحد أول قرارات تراوري هو إقالته من منصبه. أعلن المذيع عبر الراديو: تم تأكيد تعرض الرئيس إبراهيم تراوري للتسمم وحالته وصفت بالحرجه. تنفس سانكارا بعمق. كانت هناك تاريخ طويل بينه وبين تراوري. لقد اتهمه تراوري بالتعاون مع الفرنسيين، وأقاله من منصبه وحكم عليه بالأقامه الجبريه.
خلال العام الماضي استعاد حريته جزئيا، لكنه ظل تحت المراقبه. قاطع رنين الهاتف. أفكاره كان المتصل زميلا سابقا. قال الصوت: موريس، سيتواصلون معك، كن مستعدا. سال سانكارا متعجبا من إجابة الرجل: أولئك في القصر سيدعونك للتحقيق في التسمم. ضحك سانكارا: لا تكن سخيفا، تراوري يكرهني، لقد اتهمني بالخيانة. قال الرجل آخر: ربما، لكنه الآن لا يعرف من يثق به من الداخل. هناك سبب واحد فقط ليطلبك. سال سانكارا: وما هو؟ إجاب. إن كرهك له معروف للجميع. إذا استطعت أنت حتى أنت إثبات أنك لا تريد قتله، يمكنه العثور على الجاني الحقيقي. تحققت توقعات موريس سانكارا. في صباح اليوم التالي طرق بابه. كانت هناك سيارتان من موكب رئاسه تنتظران بالخارج. قال ضابط شاب: سيد سانكارا، هناك أشخاص يريدون رؤيتك، أو ما سانكارا. كان يتوقع ذلك. استعد بسرعة وصعد إلى السيارات. توجه الموكب مباشرة إلى المستشفى العسكري في رواق المستشفى. كان رئيس الوزراء ديالو ورئيس الأمن ودريوجو ووزير الداخلية كابوري في انتظاره. كان للثلاثه نفس التعبير على وجوههم: القلق، الشك، وقليل من الحرج. قال ديالو وهو يمد يده: سيد سانكارا، شكرا لقدومك. لم يصافح سانكارا يده. قال: هل كان لدي خيار سيد رئيس الوزراء؟ لقد اتهمت بالخيانة سابقا، والآن كما أفهم تحتاجون إلى مساعدتي. قال كابوري: البلاد تحتاج إلى مساعدتك. الرئيس في حاله حرجه، وشخص ما حاول قتله. أضاف ودريوجو من الداخل: الطعام أعد وقدم في القصر، الجميع مشتبه به. نظر سانكارا، نظره بارده، وقال: لماذا أنا؟ لقد عزلتموني لمده 3 سنوات، دمرت تراوري مسيرتي وسمعتي. أجاب ديالو: لهذا بالضبط، إذا أراد حتى أحد أعداء الرئيس إنقاذه، يمكننا العثور على الجاني الحقيقي. فكر سانكارا: كانت هذه فرصه مثاليه للانتقام. إذا مات تراوري، ربما تعود حياته إلى طبيعتها، لكن هذا هجوم خسيس، ليس شيئا يفعل حتى لعدو. قال سانكارا: ماذا حدث؟ أخبرني بالتفاصيل. قال كابوري: أمس خلال عشاء رسمي أظهر الرئيس علامات التزمم بعد اللقمات الأولى. التحاليل المخبريه جاريه، لكن النتائج الأولية تشير إلى سم نادر وغريب. نحن نحقق في كل شيء وكل شخص في القصر. قال ديالو: لديك السلطة الكاملة في هذه العملية. سيكون لديك إمكانية الوصول إلى جميع السجلات والأفراد وكاميرات المراقبة. أكمل دريوجو: لكنك ستقدم النتائج إلينا أولا، لا نريد أثاره الذعر. أو ما سانكارا متفهما: هل يمكنني رؤية الرئيس؟ نظر الرجال الثلاثة إلى بعضهم البعض بدهشة. سال كابوري بشك: لماذا؟ أجاب سانكارا: لأنني أريد فهم السم، الأعراض، التأثيرات، الشده. هذا سيعطيني فكره عن نوع السم ومصدره المحتمل. تحت إجراءات أمنيه مشددة، أدخل سانكارا إلى الغرفة حيث كان الرئيس يتلقى العلاج الخاص. كان إبراهيم تراوري مستلقيا على السرير شاحبا، متصلا بأجهزه وعاجزا. الرجل الذي أقاله من منصبه ونفاه قبل 3 سنوات كان الآن يكافح من أجل حياته. قال سانكارا للأطباء والممرضين في الغرفة: امنحونا دقائق. عندما غادر الفريق الطبي، اقترب سانكارا ببطء من السرير. نظر إلى وجه إبراهيم تراوري. كانت عيناه مغلقتين، لكن صدره كان يرتفع وينخفض قليلا. كان على قيد الحياة. قال سانكارا ببطء: تعلم سياده الرئيس، لم أحبك قط عندما أقالتني من منصبي. تمنيت موتك، لكن ليس بهذه الطريقة. توقف مفكرا من الأكثر شرفا. هزيمه عدو بالنظر في عينيه بدلا من تسميمه في الظلال. كانت الشاشات تصدر أصواتا منتظمة. كانت حاله تراوري مستقرة، لكنها حرجه من سممك. ولماذا؟ همس سانكارا. سأكتشف ذلك، ليس من أجلك بل من أجل شرفي. فحص سانكارا التقارير الطبية لتراوري. كان السم سريع المفعول، لكنه ليس قاتلا. كان هذا اختيارا واعيا، ليس للقتل بل للأيذاء. لماذا؟ في تلك اللحظة فتح تراوري عينيه قليلا، كان يكافح للتركيز. لكنه تعرف على سانكارا. أنت همس بصوت ضعيف. إذا كنت أنت، قال سانكارا بسرعة. لم أسممك، أنا هنا لإنقاذك. سال تراوري بصعوبة. لماذا؟ أجاب سانكارا. لأن من سممك يؤذي بوركينا فاسو أيضا، وأنا لا أخون بلدي. أغلق تراوري عينيه مرة أخرى، تلاشى وعيه. تنفس سانكارا بعمق وغادر الغرفة في الرواق. كان ودريوغو ينتظر. ماذا تعلمت؟ قال سانكارا مفكرا: السم معقد للغاية. يجب أن يكون قد أعد في مختبر بواسطه كيميائي ماهر الأعراض. محدده أولا حرقه في الحلق، ثم ضعف عام ارتجاف ضبابيه ذهنيه. سال ودريوجو: ماذا يعني هذا؟ أجاب سانكارا: السم لم يكن هدفه القتل. لو كان كذلك لكان الرئيس ميتا الآن. هذا تحذير رسالة. عبس ودريوغو: من؟ ولماذا؟ قال سانكارا: هذا ما يجب أن أحققه في القصر، ويجب أن أبدأ فورا. أعطني معلومات عن الجميع في القصر. الطهى النوادل.
الحراس المستشارون عمال النظافة. أريد معرفة كل شيء. قال ودريوغو وهو يناوله جهازا لوحيا. لقد أعددنا الملفات هنا. معلومات مفصلة عن 342 شخصا يعملون في القصر. تحول الجناح الشرقي للقصر الرئاسي إلى مركز تحقيق مؤقت. كان موريس سانكارا يفحص الملفات حول طاوله معه. كان 2 من ضباط المخابرات السابقين الذين اختارهما لمساعدته، وهما شخصان ظلا موالين له، ولم يقلهما تراوري. قال سانكارا: الآن أريد أولا فهم سلسلة الطعام، كيف يعد الطعام في القصر وكيف يصل إلى مائده الرئيس. خطوه بخطوه. أحضر ودريوجو رئيس الطهاء في القصر. كان الطاهي بأمانة يقف أمامهم ويداه ترتجفان. قال سانكارا بصوت لطيف: سيد بامانا، لا تخف، لا نعتقد أنك فعلت شيئا، نريد فقط فهم العملية. أومى الطاهي وقد شعر ببعض الارتياح. قال: اعمل في القصر منذ 14 سنة سيدي، خدمت 3 رؤساء. أعددت وجبه الرئيس تراوري كالمعتاد: أرز دجاج مقلي وخضروات، وجبته المفضلة. سأل سانكارا: من أين تحصل على المكونات؟ أجاب الطاهي: من مزرعة. القصر الخاص لأسباب أمنه، يتم زراعه جميع الأطعمة خصيصا. قال الطاهي: يتم فحص كل شحنه، وبعد تحضير الطعام قد تقدمه النوادل إلى المائدة. وأضاف: أمس المساء كان سليمان هو من قدم الطعام إلى مائده الرئيس، نادل موثوق يعمل منذ 8 سنوات دون سنكار ملاحظاته، وسال من كان على مائده الرئيس الليلة الماضية. أجاب الطاهي وزير الداخلية كابوري، وزير الاقتصاد كولابالي، رئيس الأمن ودريوجو، ووزير الخارجية زيتا سالا سنكارا. وأجاب الطاهي وبالطبع الرئيس تراوري. أمر سنكارا بإنهاء مقابله الطاهي وتوجه إلى ودريوجو: ابحث عن النادل سليمان فوراً. لكن سليمان لم يكن موجوداً في أي مكان. اكتشف فريق التحقيق أنه مفقود منذ الليلة الماضية. كان منزله خالياً وهاتفه مغلق. قال ودريوجو: ها هو مشتبهنا، ارتكب الجريمة وهرب. نمطي. هز سنكارا رأسه: هذا سيكون سهلاً للغاية. النادل على الأرجح ميت، قد يكون هو من حمل السم، لكن علينا العثور على العقل المدبر وراء ذلك. سال أحد مساعديه: من أين نبدأ إذا أجاب سانكارا عائله النادل أصدقائه مع من التقى في الأيام الأخيرة؟ هل كانت لديه نفقات غير عادية؟ هاتف جديد ساعه سيارة؟ هل تم إيداع مبلغ كبير في حسابه البنكي؟ تحرك الفريق بسرعة خلال تفتيش منزل النادي. لم يعثروا على أي أغراض ثمينة، لكن في مقصوره مخفيه في غرفه النوم وجدوا ظرفا يحتوي على عمله. أجنبيه 10,000 يورو. قال ودريوجو: دليل، لكننا لا نعرف من أعطاه إياه. قال سانكارا: أعطني لقطات كاميرات المراقبة في القصر، أريد رؤية كل شيء من الأسبوع الماضي في غرفه. الأمن بالقصر. قضى سانكارا وفريقه ساعات في مشاهده. لقطات كاميرات المراقبة تتبع جميع تحركات النادي. سليمان. قال سانكارا فجأة: توقف الثلاثاء الماضي 1:32 بعد الظهر. سليمان يتحدث إلى شخص ما في الحديقة الخلفي للقصر. كان الشخص على الشاشة أحد مستشاري القصر، حميد سافاوجو، مستشار العلاقات الخارجية. قال سانكارا: كبر الصورة. كان سافادوجو يعطي ظرفا صغيرا للنادل. قال ودريوجو: هذا هو من أعطى المال. قال سانكارا: ربما، لكنني لست متأكدا أن كان هو المسمم. ابحث عن سافادوجو وأحضره. تم العثور على سافادوجو في الجناح الغربي للقصر مصر في مكتبه الخاص. عندما أحضر إلى غرفه الاستجواب بدا هادئا. قال سانكارا: سيد سافادوجو، عما تحدثت مع النادي سليمان في حديقه الخلفي الثلاثاء الماضي. رد سافادوجو متفاجئا: ماذا؟ أعطيته هدية صغيرة. كانت والدته مريضة، أردت مساعدته. قال سانكارا: 10,000 يورو. هديه سخيه جدا. لم يتغير تعبير وجه سافادوجو. قال: وماذا في ذلك ألا يمكنني فعل ما أريد بمالي الخاص؟ أجاب سانكارا: بالطبع يمكنك، لكن التوقيت مثير للاهتمام. يتلقى النادل المال ثم يسمم الرئيس ويختفي النادل. هل لديك تفسير لذلك؟ بدأ سافادوجو يبدو مضطربا. قال: لم أسمم أحدا ولا أعرف أين سليمان. سال سانكارا وهو يعرض وثيقة: إذا لماذا سحبت 50,000 يورو من حسابك البنكي في الخارج قبل أسبوعين؟ اتسعت عيناه سافادوجو: لقد حققتم في حساباتي. وصل سانكارا قبل 3 ساعات. كان لديك حجز في فندق في باريس. كنت على وشك مغادره البلاد. قفز سافادوجو من مقعده: كنت مجرد وسيط. أقسم. سال سانكارا دون رفع صوته: وسيط لمن؟ قال سافادوجو وقد بدا العرق يتصبب على جبهته. لا يمكنني القول، سيقتلونني. انحنى سانكارا إلى الأمام: سيد سافادوجو، إذا مات رئيس تراوري ستكون هذه عملية اغتيال. ستنتشر الفوضى في البلاد، وستكون أنت المشتبه به الرئيسي في هذا الاغتيال. السجن المؤبد وربما عقوبه الإعدام.
السالك للمرة الأخيرة من كلفك. ظل سافاوجو صامتا للحظات ثم استسلم وقال: مسؤول من وزاره الخارجي الفرنسي اسمه بيير دومون. قال ساوجو: التقيت به في مؤتمر في باريس قبل شهرين، اقترب مني وعرض التعاون. سأل سانكارا: أي نوع من التعاون؟ أجاب سافادوجو: التثير على سياسة بوركينا فاسو تجاه الغرب. منع الرئيس تراوري من التقرب من روسيا والصين وجمع المعلومات. سأل سانكارا: ماذا دفع لك مقابل هذا؟ قال سفادوجو: 5000 يورو شهريا. وأضاف: لكنهم طلبوا مني المزيد بعد ذلك. تسميم تراوري. قال سانكارا: تسميمه أوما سأدوجو، لكن ليس لقتله فقط، لإصابته بالمرض. السم لم يكن قاتلا، أقسم، كان سيمرض لبضعه أسابيع، وخلال تلك الفترة سيتولى رئيس الوزراء الإداري هو يوقع على بعض الاتفاقيات. سال سنكارا، أي اتفاقية الجاب سافادوجو، إعاده حقوق الذهب للشركات الفرنسية للتعدين، تجديد اتفاقيه القاعده العسكري وشراكات اقتصاديه جديدة. نظر سانكارا إلى سادوجو ببرود وقال: والنادل سليمان أين هو؟ قال سف فادوجو وهو يرتجف: لا أعرف، أعطيته السم ووضعه في الطعام بعد تنفيذ خطه. كان من المفترض أن يهرب. تم دفع أجره أيضا بعد ساعات. التقى موريس سانكارا برئيس الوزراء ديالو ورئيس الأمن ودريوجو ووزير الداخلية كابوري، وأخبرهم بما اكتشفوه. قال ديالو مفكرا: إذا الفرنسيون لقد أزعجتهم سياسة بوركينا فاسو الجديدة المستقلة. قال وادريوجو: تم اعتقال سافادوجو، لكن المذنبين الحقيقيين خارج حدودنا. أضاف كابوري: بدانا البحث عن النادل في كل مكان، لكنه ربما هرب. قال سنكارا بثقة: لم يهرب، لقد قتلوه، نظفوا آثارهم. سالوا: ماذا نفعل؟ هل نعلن هذه المعلومات؟ قال سانكارا: ليس بعد، أولا يجب أن ننتظر تعافي الرئيس ولدي خطه. اقترح سنكارا خطه للإيقاع بمسؤول وزاره الخارجي الفرنسي بيير دومون. سيخبر سافادوجو دومون أن حاله تراوري قد ساءت، وأن رئيس الوزراء تولى الأداره مؤقتا. سيأتي دومون إلى بوركينا فاسو سرا لتوقيع الاتفاقيات، وعندها سيتم القبض عليه. قال كابوري بقلق: خطه محفوفه بالمخاطر. أجاب سنكارا: لكن إذا نجحت سنوثق تدخل الفرنسيين بوضوح، وسيخرج الرئيس تراوري أقوى من هذا الموقف في المستشفى. كانت حاله إبراهيم تراوري تتحسن ببطء. أفاد الأطباء أن تأثير السم بدأ يتلاشى. كان وعيه يعود بشكل متقطع، لكنه لم يتعافى بالكامل بعد. كان سانكارا يزور المستشفى مرتين يوميا للإطمئنان على حاله. تراوري في اليوم الثالث. بقي تراوري مستيقظا لفتره أطول، واستطاع التحدث مع سانكارا. سأل سانكارا وهو جالس على حافه السرير: كيف تشعر سياده الرئيس؟ أجاب تراوري بصوت ضعيف: كما لو أن شاحنه صدمتني، لكنني على قيد الحياة من فعل هذا. أخبره سانكارا بالأحداث وكل المعلومات عن النادي سليمان والمستشار سافاجو والمسؤول الفرنسي دومون. استمع تراوري بصمت ثم قال: إذا الفرنسيون لا يزالون يحاولون السيطرة على بلادنا، استقلالهم وحقوقهم على مواردهم أزعجهم. قال سنكارا مترددا: سياده الرئيس، لدينا خطه للقبض على من سمموك، لكنها محفوفه بالمخاطر. قال تراوري وفي عينيه بريق اهتمام: أخبرني. شرح سنكارا الخطه للإيقاع بدومون سينشرون كذبة بأن حاله تراوري ساءت، وربما يتم نشر أخبار عن وفاته لفترة. هذا سيجعل المتورطين في المؤامرة يخرجون إلى العلن. قال تراوري بحزم: نفذوها، نحتاج إلى معرفة من يريد حكمنا، من يريد السيطرة علينا. تم تنفيذ خطه بسرعه. في اليوم التالي أعلنت وزارة الصحة في بوركينا فاسو أن حاله الرئيس تراوري قد ساءت. في البيان الصحفي الأول ذكر أنه في حاله حرجه وغير مستقره، وفي الإعلان الثاني أنه وضع على أجهزه دعم الحياة. أرسل سافاوجو رساله خاضعه للرقابه من زنزانته. أبلغ بيير دومون أن الوضع أكثر خطورة مما كان متوقعا، وأن الرئيس من المحتمل أن يموت خلال أيام قليلة. كتب سافادوجو رئيس الوزراء ديالو: تولى الأداره مؤقتا الآن، إنه جاهز لتوقيع الاتفاقيات. كانت جميع الوحدات الأمنية في بوركينا فاسو في حاله تهب قصوى، لكن هذا الوضع بقي سريا. كان فريق عمليات خاصه في حاله استعداد تحت قياده سانكارا المباشرة. بعد يومين أعلنت القنوات الإذاعية والتلفزيونية الدولية خبرا صادما: وفاه رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراوري. كان هذا تقريرا كاذبا مخططا له، لكن تأثيره كان فوريا في العاصمة. وآدوجو خرج الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع يبكون يصلون وغاضبون. لقد أغرق فقدان الزعيم الشاب البلاد بأكملها في الحداد. خلال ساعات دخل دبلوماسي من السفارة الفرنسية في واغادوغو إلى البلاد. كان هذا بيير دومون الذي قدم على أنه مساعد وفقاً للبروتوكول. سيعقد لقاء تعزيه مع رئيس الوزراء ديالو.
تم إعداد غرفه اجتماعات خاصة في مبنى رئاسه الوزراء. كان ديالو موريس سانكارا واثنان من ضباط الأمن موجودين هناك. عندما دخل دومون كان على وجهه تعبير زائف عن الحزن. قال الدبلوماسي الفرنسي: سيد رئيس الوزراء، نيابه عن الجمهورية الفرنسية اتقدم بتعازي الحارة لخساره. الرئيس تراوري: نحن معكم في هذا الوقت العصيب. أو ما ديالو: شكرا سيد دومون، تفضل بالجلوس، لدينا أمور لمناقشتها. نظر دومون إلى سانكارا بشك. أليس: من المفترض أن يكون هذا لقاء خاصا. قال ديالو: السيد سانكارا هو مستشاري الأمن، وموضوعاتنا اليوم تتعلق بالأمن تحديدا. قال دومون محاولا أن يبدو مرتاحا. كما تشاء. قالوا: سيد دومون، من اللطيف أنك جئت خصيصا من باريس خاصة، وإنك لا تحمل منصبا رات نايل. تغير تعبير دومون: ماذا تقصد؟ أنا دبلوماسي كبير في السفاره الفرنسية. قال سانكارا وهو يفتح ملفا: لا، لست كذلك. أنت عميل لجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية، وتقوم بأنشطة استخباراتيه في بلادنا. شحب وجه دومون. قال: هذا هراع. أضاف سانكارا: الليلة الماضي أجريت محادثه هاتفيه مدتها 20 دقيقة مع حميد سفادوجو. لقد سجلنا محادثتك. ضغط سانكارا على زر وبدأ تسجيل صوتي بالتشغيل. كان صوت دومون واضحا. هل أنت متأكد؟ هل تراوري مات بالفعل؟ هذا خبر رائع. سأحضر على الفور لتوقيع الاتفاقية. أصبح وجه دومون شاحبا تماما. قال: قد يكون هذا مفبركا. قال ديالو بصوت جاد: سيد دومون، أنت متهم بمحاولة اغتيال رئيس دولة على أراضي بوركينا فاسو. وقف دومون بحده: أملك حصانه الدبلوماسي، لا يمكنكم لمسي. وقف سانكارا أيضا: أنت لست دبلوماسيا، أنت عميل استخبارات، وأنت جزء من مؤامرة. اغتيال في تلك اللحظة فتح الباب الجانبي للغرفه، ودخل إبراهيم تراوري. كان وجهه لا يزال شاحبا، وكان يتعثر قليلا أثناء المشي، لكنه كان حيا ويقف. كان دومون في حاله. صدمة: هذا مستحيل. قال تراوري بصوت هادئ: أنا أقوى مما كنت تعتقد سيد دومون، وكذلك بوركينا فاسو. تم اعتقال دومون وكشفه أمام الصحافة. الدولية تم استدعاء السفير الفرنسي إلى البلاد على وجه السرعة، وأجبر على إصدار بيان أدعت الحكومة الفرنسية أن دومون تصرف بشكل فردي ولم يمثل السياسة الرسمية لفرنسا، لكن أحدا لم يصدق هذا التفسير. خاطب إبراهيم تراوري الجمهور وأخبرهم بتجربته وصف محاوله التسميم بأنها هجوم على استقلال بوركينا فاسو وسيادتها. قال تراوري: لقد أظهر لنا هذا الحادث أن الاستقلال لا يفوز به بسهولة. يجب أن نكافح كل يوم في كل خطوة. لكنه أظهر أيضا أنه إذا اكتشفنا الخيانات بيننا وتعرفنا على أصدقائنا الحقيقيين فلن تستطيع أي قوة خارجي هزيمتنا في قرار مفاجئ. عين تراوري موريس سانكارا مستشارا للأمن القومي. كان هذا يعني أعاده الرجل الذي أقاله قبل 3 سنوات إلى المنصب الذي يثق به أكثر. بعد المؤتمر الصحفي بقي تراوري وسانكارا وحدهما. سال سانكارا: لماذا تثق بي؟ كان بإمكاني خيانتك. ابتسم تراوري: لكنك لم تفعل. كنت أعلم أن كرهك لي أقل من حبك لبلدك بعد 6 أشهر من محاوله الاغتيال. كانت بوركينا فاسو في موقف أقوى. تم إزاله القاعده العسكري الفرنسي من البلاد. أعيد تنظيم حقوق التعدين. كان إبراهيم تراوري وموريس سانكارا يضمنان تقدم البلاد على طريق الاستقلال في أمسيه، بينما كانا يقفان على شرفه القصر الرئاسي. التفت تراوري إلى سانكارا وقال: تعلم يا موريس، أحيانا يمكن لألد الأعداء أن يصبحوا أفضل الحلفاء. أو ما سانكارا مفكرا، لأن العدو الحقيقي على الأقل صادق دوافعه واضحة. قال تراوري: بالضبط، والآن أدرك أن إقالتك قبل 3 سنوات كانت خطا، كنت تتبع طريقا مختلفا، لكن الهدف كان واحدا: استقلال بوركينا فاسو. قال سانكارا مفكرا: ربما كان السم دواء لنا. أحيانا الفرق بين السم والدواء يكمن فقط في الجرعة. نظر إبراهيم تراوري إلى الشمس على الأفق وقال: وأحيانا الحقيقة نفسها سامة، لكنها في الوقت ذاته الدواء الوحيد. وقف العدوين السابقين الآن جنبا إلى جنب، ينظران إلى مستقبل بلادهما. الحقيقة المسمومة قد وحدتهما قوتهما، ووضعت بلادهما على طريق أكثر أمانا.